ميرسي. سلام الله عليك أستاذ جميل الرائع. شكرا على تلبية الدعوة والحضور، وأنا كنشوف يعني أنت من الناس المواكبين لكل التظاهرات الفنية المسرحية والثقافية والشعرية والأدبية في مدينة قنيطرة. شكرا أخي الخبر على المواكبة والتتبع. نحن اليوم نعيش اليوم الثالث من المهرجان المسرحي الدورة الأولى اللي كتنعقد في تحت شعار القنيطرة تتحرك بدعم من مجلس البلدي مدينة قنيطرة، مشكورا على هذه المبادرة وعلى ثقته فينا كجمعية مسرحية من أجل تنظيم هذه التظاهرة التي نتمنى أن تستمر وأن تأخذ بعدا آخر وأن تتطور من 3 فرق مسرحية إلى عشرات الفرق المسرحية المتواجدة في مدينة قنيطرة. لما لا؟ وأن يكون مهرجان قائم وعنده القواعد ديالو وعنده الأسس ديالو. نتمنى ذلك. اليوم عندنا مسرحية الحجرة اللي هي ديال المشهد المسرحي، تأليف الأستاذة بديعة الراضي، إخراج محمد الزيات وتشخيص الأستاذة ماجدة زابطة. نتمنى أن تروق الحضور الكريم وأن يستمتعوا معنا بالعرض المسرحي. شكرا لكم انتم على تلبية الدعوة والمواكبة والحضور، ونتمنى أن نلتقي في مناسبة قادمة إن شاء الله. كيفاش جاكم هذا الدعم ديال المجلس البلدي اللي تنفات على هاد الإخوان أنا المسرحيين؟ قلتها في اجتماعات خارج هذا الإطار، يعني هي مبادرة طيبة، مبادرة يستحقون عليها الشكر. خاصها تطور، خاصها المواكبة، خاصها جلسة يعني رسمية من أجل وضع استراتيجية لخلق هذه التظاهرة خاصة في الجانب المسرحي. ولكن كيف ما كان الحال هما مشكورين على هذه المبادرة وعلى ثقتهم أننا يدعمونا من أجل تنظيم هذه التظاهرات. أصبحتي واحد الجمهور ديال القنيطرة متعطش، والحمد لله فتحتي واحد الآفاق ديال لا في المركب ولا في البلدية. واش كاين شي جديد بالنسبة للمسرحية، بالنسبة للمسرح؟ أكيد أكيد. إحنا بالنسبة لنا كجمعية المشهد المسرحي عندنا جديد، عندنا عمل مسرحي سميتو تقوم اللي غيدير جولة على مستوى المدن المغربية. هو مدعم في إطار دعم الجولات من طرف وزارة الشباب والتواصل والثقافة، قطاع الثقافة. عندنا واحد العدد ديال العروض، 10 ديال العروض غادي وستستفيد مدينة قنيطرة من هذا العرض. لأن غيكون عرض في قنيطرة، غادي يكون عرض في بالقصيري، سيدي سليمان، فاس، مكناس، تازة، وجدة، بن مسيك، سطات، فقيه بن صالح. بمعنى أن كاين واحد الجولة. عندنا كذلك أنا كممثل عندي واحد المشاركة جميلة جدا في مسلسل للقناة الثانية سميتو أهل الملاح مع الأستاذ بوعروة صاحب الرحاليات. كذلك توصلت بخبر أنه شاركت في واحد الفيلم قصير مع أجنبي وحصل على الميدالية الذهبية بمهرجان كان للسينما. وهذا شرف بالنسبة لي كشخص اللي لعب البطولة في هذا الفيلم. وأعتقد أنه شرف مدينة القنيطرة لأنني أمثلها بأحسن تمثيل، واللي علينا احنا كنديروه بالكمال والله سبحانه وتعالى.